واحدة تتهم زوجها بالخيانة؟ لا ومتفقة مع البنت بعد بس عشان الترند؟ هدي حبيبي هدي، ايش فيه؟ الموضوع كله تمثيل وتمثيل. وبعدين انت عارف المتابعين يحبوا الاشياء هذه، يحبوا المشاكل والدراما. بعدين هذا شغلي ودخل لنا فلوس حلوة، لازم احافظ عليه. انت زوجتي، هذه حياتنا، ما في شيء اللي يعرفونه عنا. وش ناكل وش نشرب، من فين جايين فين رايحين، الدكتور حقك يعرفونه، المطبخ، الزفت. فوق ذا كله تبيني اطلع خاين؟ يا حبيبي يا قلبي تمثيلية. وبعدها خلاص اوعدك اللي تبيه راح اسوي لك اياه، راح احمل اجيب لك البيبي اللي تباه. دانا انا احبك بس لا تحمليني فوق طاقتي. اسمعي بنت الحلال، اعتبري هذه اخر فرصه. انا ماني مشارك في تمثيلاتكم السخيفه دي. حبايبي اوتفت السهرة امس حطيت لكم كل القطع من وين، وحطيت لكم كمان كود الخصم، فلا تنسوا تستخدموا كود الخصم عشان يخصم لكم على كل القطع قبل ما تسووا شوبينج. حبيبتي خلاص حط الجوال، مشتاق لك، مشتاق اسولف معك، مشتاق اسهر معك. نسولف حبيبي، احنا طول اليوم نسولف على الستوري وعلى السنابات وفي الفيديوهات وفي المطاعم والطلعات والسهر. ايش تبى احلى من كذا؟ هي ما اختلفنا يا بنت الحلال، لكن الوضع دائما مكهرب، الناس تطالع فينا. نفسي اخذ راحتي معك، نطلع البر، نكشت، ندق لنا نفط العشاء، صب لك كاسة شاي، نقعد نسولف انا وانتي. الله على الرومانسية. طب بدال ما انت قاعد تفكر في الرومانسية كذا مرة، فكر معايا كيف نقدر نزيد المتابعين. فكر معايا في قصة تسوي ضجة، يعني مثلا حرامية يدخلوا البيت، ايوه، او حادث، او فضيحة. لا لا لا، انت الوزنية عندك خربانة يا بنت، لا يكون دقيتي راسك في الحمام ولا شيء. انا كم مرة قايل لك نفتح بزنس على قدنا، مرتاحين مستورين. الحياة هذه فيك، تعرفين ايش يعني فيك؟ مزيفة، يتابعونك بس عشان حالاتك، لكن في احلى منك يسحبون عليك ويروحون يتابعونهم. طيب عشان ما يسحبوا علي ويتابعوا غيري، لازم نجننهم بقصص وأحداث جديدة طول الوقت. مدام your guest. هلا دلع، تفضلي. شو أخبارك؟ كيف أهلك؟ طمنيني عليكم. الحمد لله بخير أستاذة دانا. ترى أنا جدا انبسطت لما كلمتيني، وخاصة لما قلتي لي إنه لقيتي لي وظيفة. عفا عليك يا دلع، أكيد. والوظيفة اللي جبت لك إياها هذه راح تطلع منها فلوس مرة كثيرة، بس أهم شيء تكوني قدها. أكيد. أنا درست تسويق وأتكلم إنجليش مرة كويس، وأعرف كل برامج الكمبيوتر. يا دلع لا لا لا، الموضوع اللي أبغاكي فيه ما يحتاج الكلام هذا. باختصار أبغاكي تمثلي معايا، تمثلي إنك عشيقة زوجي اللي قاعد يخوني معاه. أنا اخترتك أنت بالتحديد يا دلع لأنه أهلي ما يعرفوكي، صحباتي ما يعرفوكي، وبالتالي كل الناس راح تصدق القصة. بس كذا أنا أهلي راح يتبروا مني وسمعتي راح تخترب. يا دلع ترى الموضوع أبسط من كذا بكثير. يعني أنت راح تطلعي على لايف وتفهم الناس إنه أنا قاعدة أتهمك اتهامات خاطئة وإنك ضحية. وبعدين لا تنسي الناس راح تعرفك وراح تصيري مشهورة، وراح تتحولي من بنت ما حد يعرفها لبنت عندها ملايين المتابعين. يا أستاذ أحمد، شكراً إنك وافقت نتقابل. أتمنى إنك ما تاخذ فكرة عني لأني وافقت أشارك مع دانا بقصة مثل هذه. أكيد الفقر مو عذر، بس الصراحة أنا محتاجة للمتابعين أكثر من الفلوس. أنا عندي تصاميم كثيرة للإكسسوارات تقدر تسهل لي أموري في المستقبل، فعشان كذا لما عرضت علي زوجتك إني أمثل إني عشيقتك وافقت. فأتمنى إنك تعذرني وتفهمني. أنا مسؤولة عن أمي وأختين وراهم دراسة وتكاليف كثير. طيب ما خفتي على سمعتهم؟ أكيد خفت على سمعتهم، بس لما توفى أبونا الله يرحمه ما حد فكر يدق باب بيتنا ولا حتى يسأل إذا نحتاج شيء. يا أستاذ أحمد، ترى الفلوس تبيض سمعة الحرامي والفاسد والظالم. أنا قاعدة أحمي إخواتي عشان ما حد يستغلهم أو يقهرهم. في النهاية ما راح أضر أي أحد غير نفسي في هالتمثيلية. والله عندك حق وكلامك كله منطقي. أنا بصراحة تعاطفت معك، أنا كنت ماخذ نظرة سيئة عنك. وحتى أنا كنت مفكرتك نفس هذول اللي في التيك توك والسوشيال ميديا
يسوون أي شيء بس عشان يضربون ترند. برافو عليك يا دلع، كذا التهمة لصقت فيه. المصور أخذ لكم صور تقولي حبايب من جد؟ إيه قاعدة أتفرج عليها. بس أسمعي، حاولي تقنعي أحمد إنه تطلعوا كمان مرة أو كذا مرة عشان ناخذ صور أكثر وتكون القصة محبوكة. حاضر. إيش؟ مو معقول، إيش اللي قاعدة أشوفه؟ تمثيل صار حقيقة؟ أنت يا أحمد تخوني مع هذه؟ والله لا أفضحك يا أحمد وأخلي سيرتكم على كل لسان. وين الجوال؟ اليوم راح أحكيكم قصتي مع الترند. أنا ضحية لزوجي اللي خاني بعد كل شيء سويته عشانه. بس أنا ما راح أقدر أحكيكم القصة كاملة الحين، لأني زي ما شايفين أنا منهارة. بس تابعوني عشان أحكيكم القصة كاملة. أنا بحب أسوي الآيلاينر كذا بالبني، مو بالأسود. انت لايف؟ لا. مو قلت لك يا انا يا متابعينك؟ أنا قلت لك ما أقدر أستغنى عن متابعيني وعن الشهرة، ترى ما وصلت لهالمرحلة بسهولة، وش فيك؟ خلاص اوكي، خلي الشهرة تنفعك، ترى هذه آخر فرصة لك. خليني أتغدى فيه قبل ما أتعشى فيه، صح موافقة؟ أنا حقيقي مو مصدقة قد إيش أنتي وحدة وقحة. وأنا حقيقي ماني مصدقة قديش أنتي وحدة كذابة. شوفي يا حبيبتي، أنا وأنتي مصلحتنا واحدة، قاعدة أعطيكي فرصة ترجعي فيه حبيبك وزوجك ونرجع فيه ترند مرة ثانية. وأقول لك على حاجة، لما جربت الشهرة كل تصرفاتك مبررة عندي. والله شكل الشهرة هذه لحست مخك. ترى أحمد ما راح يوافق يدخل في اللعبة زي كذا. أكيد ما راح يوافق يدخل في لعبة زي كذا. أنت بشطارتك راح تجلسي وراه إلين ما يرجع. موافقة، وراح أكلمه دحين. وهالمرة أوعدك إن راح نكون أقوى من المرة اللي فاتت. متابعينا الأعزاء، هذه هي آخر مرة حتشوفوني فيها على السوشيال ميديا، لأني بوقف كل حساباتي. بس حبيت أقول لكم إني طلقت زوجتي الأولى لأنها حاولت تستخدم لي زيادة شهرتها، وبرضه جوعها للفلوس والرعايات والإعلانات. والحين بطلق زوجتي الثانية لنفس الأسباب، وبدور لي على بنت الحلال اللي تخاف الله في بيتها وزوجها ودينها، وبعيدة عن كل هالهوس والترندات. السلام عليكم. المتابعين قاعدين يقلوا. المتابعين عندي يقلوا أكثر. أنا قاعدة أنسب. أنا قاعدة أنسب أكثر منك.